ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده الحلقه بتاعها مختلف شويه عشان انا واخده صد رد كده اليكس وراجعه ان شاء الله على طول للشغل. عايزين نتكلم. هو انا بدخن عشان انا باكل غلط بس؟ هو انا بدخن عشان انا بلعب ما بلعبش رياضه بس؟ لا. هو انا اصلا ما بدخنش عشان السببين دول، انا بدخن عشان سبب تاني اساسي، وبعدين بعد كده دولت اللي بيزودوا الموضوع بله، بيزودوا طينه بله. يا جماعه انا بدخن بخس من هنا، مش بدخن وبخس من هنا، ولا العضله اللي انا بشغلها وما شغلتهاش هي دي اللي هتعمل تغيير محوري في حياتي. طب يا جماعه، ازاي الماب اللي بتوصل ان انا بتضايق او لما ازعل او لما يبقى عندي اي شعور سلبي بتوصلني ان انا ابقى تخين او ان انا برفيع؟ اعرف حالات كتير جدا جدا من الناس متابعين معايا ان انا عشان انا كنت تعبان وعشان انا مقهور طول حياتي وعشان انا عندي مشاكل عائليه وعشان عندي مشاكل مع والدي ووالدتي انا طالعه نحيفه جدا جدا، او عشان انا منيله في 60 نيله وعشان انا على طول متضايقه وعلشان انا خد عندي مشاكل برضو، اي مشاعر سلبيه بقى، خوف، قلق، توتر، قهر، زعل، عصبيه. لا ده انا تخينه أوي. طيب احنا نعمل ايه؟ هل انا بايديا ان انا اتحكم في حاجه زي كده؟ اه بايديا أتحكم. يا جماعه هي برشامه بسيطه جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ولقد خلقنا الانسان في كبد. اذا انا ما ينفعش ان انا ادور على الراحه في الحياه في كل الحاجات اللي هي تبدو ان هي حاجه مريحه، لان انا مش هلاقي راحتي فيها. هو ربنا اللي خلقنا، اللي معاه الكتالوج بتاعنا، قال لنا في الكتالوج في اوله لقد خلقنا الانسان فيه. يعني هو الاصل ان احنا عايشين فيه، الاصل ان احنا قاعدين متضايقين، فمش منطقي ان انا هتعامل مع كل حاجه مضايقاني ان انا اخدها على اعصابي وان انا اقعد اهري وان انا ابتدي اكون واكتل جوايا مجموعه مشاعر سلبيه توصلني لجسم غير مثالي، جسم مريض. وبعد ذلك ابتدي بقى انا ابتدي بقى انا يلا بقى اخس، يلا بقى لا انت تخنت عشان انت بتاكل دهون، بس انت تخنت عشان انت اكلت سكر. انا لا، انا لا يعني اقول دي دعوه ان ناكل اللي احنا عايزينه ونروق دماغنا ونبقى مبسوطين. مش ده القصد. الموضوع يا جماعه شعر بين اللي انا بقوله وبين ان انا بقول ان الانتيك اللي احنا بناخده او ان الرياضه اللي احنا بنعملها ما بتاثرش على تخننا ولا رفعنا ولا صحتنا السيئه. انا بقول ان الاصل، الاصل احنا كلنا، احنا لايرز، احنا لايرز، احنا عباره عن مجموعه طبقات، كل طبقه مننا بتتاثر بمجموعه عوامل بتحصل محيطه حوالينا. ايه الطبقه الرئيسيه اللي احنا عايشين بيها ونايمين بيها وصاحيين بيها وبنتعامل بيها، وجسمنا والاجهزه بتاعت جسمنا وخلايا جسمنا بتتعامل معاها جوه، الجوه اللاواعي بتاعنا، الانر فيلينج بتاعنا. ازاي اقدر اكونترول حاجه زي كده؟ الحل الوحيد تغذيه الروح. مش هتكلم النهارده على التغذيه السليمه ومش هتكلم على اللعب السليم، هتكلم على تغذيه الروح. يا جماعه مكان زي اللي انا واقفه فيه ده مغذي للروح، ان انا احاول اتخلص من المشاعر السلبيه على الاقل اللي انا اقدر اتخلص منها. يكفيني مشاعر الكره، يكفيني مشاعر ان انا ان انا ابقى حاقده على حد، يكفيني مشاعر الخوف ان اتخلص منها. وفي ربنا اخاف من ايه؟ الله اكبر. فمهم جدا 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 ان انا احاول اتغلب على اي مشاعر سلبيه جوايا، ولازم اكون متاكد ان المشاعر السلبيه اللي مسيطره عليا دي هي اللي بتوصلني لحيطه سد، في كوليسترول، في سكر، في ضغط، في تخن، في سمنه، في تكسير عظم، في اي حاجه، في اي حاجه في حياتي. فنعتبر ان الحلقه دي احنا هنقول فيها في اخرها هي الكلمه بتاعتنا: ما يصحش كده، ما يصحش نبقى عارفين علاجنا ونقعد ندور عند دكاتره على علاجنا فين. انت اللي هتعالج نفسك، ما يصحش كده.